السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الهنا، أو لو احنا بالليل مساء الخير، مساء السعادة على عيونكم يا رب العالمين. منورين ومشرفيني أحلى أخوات في الدنيا كلها. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم الجميلة. دايما منورين ومشرفيني، ربنا يبارك له في عمركم يا رب. اخواتي وحبايبي، لو بتشوفوا قناتنا لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اخواتي وحبايبي اللي متابعيني ما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة. دايما منورين ومشرفين، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب ويسعدكم ويفرح قلوبكم ويجعل ايامكم كلها سعادة وهنا، اللهم امين. شايفين بقى الجمال والحلاوة ديت؟ لايك وشير للفيديو، ربنا يبارك له في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا كلها. يلا بقى ندخل ونشوف الجمال والحلاوة ديت عملناها ازاي وعملناها بايه. ما شاء الله، حاجة كده زي العسل، حاجة جميلة زي الفل. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده معايا سمكة، السمكة ديت اسمها سمكة المبروكة. فعلا بسم الله ما شاء الله اسمها مبروكة وهي مبروكة. ما شاء الله بتفرط معاكي لحم كتير، بسم الله ما شاء الله. وأقل حتة فيها بتشبع ما شاء الله، كلها لحمة ما شاء الله. شايفين؟ حتى لو فيها سفة ولا حاجة، السفاية بتاعتها بتكون كبيرة وما فيهاش سفة كتير، يعني توكلي ولادك منها وانت مطمنة خالص. معايا كمية بصل كبيرة، كبري البصل وكتري على قد ما تقدري. ومعايا بس الطماطم بتكون بسيطة، معايا طماطميتين اتنين بس لو هم كبار. وزي ما انتم شايفين كده نقعاها. بعد ما قطعتها نقعتها. معلش انا ما عملتهاش معاكم علشان خاطر الحامل اللي انا كنت بحط عليه الموبايل اتكسر، وبعمل بايد واحدة، فعشان كده مش هينفع ان انا انضفها، لان هي بصراحة بتاخد تنظيف. يعني هي مش بتاخد تنظيف كتير، بس السفة بتاعها بيكون ناشف شوية. اللهم صل على النبي. معايا هنا بصلاية واحدة بس كبيرة، هحمرها كويس. اما بقية البصل مش هحمره علشان ما تبقاش حامية يعني وكده. هقلب كده لحد ما تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، بحمرها شوية عشان بقية البصل مش هحمره. هنزل بالطماطم بتاعتي كده وهقلبها لحد ما تستوي معايا. الطماطم دي تكون طيبة مهرية كده يعني. ما شاء الله السمكة ديت طعمها جميل وزي العسل، بسم الله ما شاء الله. والأكلة ديت يعني بتفضل في الشتاء أكتر من الصيف، لأنها بصراحة بتسقي مية. لو في الصيف وكلتيها هتسقيكي مية كتير، لكن في الشتاء ما شاء الله أكلة زي العسل، من أحسن الأكلات في الشتاء. معايا معلقتين، معلقة من الكمون الناعم، وكمان معلقة من الكزبرة الناشفة الناعمة. هقلب كده لحد ما الطماطم بتاعتي تتهري معايا كويس قوي. هحط بقى كمان ايه، هحط معلقه شويه من الشطه. الشطه ديت على حسب ما انت حابه، حابه تحطيها ماشي، مش حابه خلاص. انا حطيت نص معلقه صغيره كده من الشطه. هقلب لحد ما تتهري معايا الطماطمية بتاعتي كده. ما شاء الله الريحة طالعة زي العسل. وجربي الطريقة ديت وإن شاء الله هتعجبك. احنا بنقول عليها صينية مقالي أو صينية سمك، زي ما انت حابة تسميها تسميها، بس احنا بنقول عليها صينية مقالي. كده خلاص الطماطم بتاعتي استوت. نزلت بالبصل بتاعنا، كتري بصل على قد ما تقدري بقى في الأكلة ديت. وكلي وادعيلي إن شاء الله هتعجبك، وإن شاء الله مش هتبطلي تعملي الصينية الحلوة دي. صينية الشتا دي اسمها صينية الشتا، صينية الدفا. بصراحة المبروكة كانت السنة اللي فاتت الكيلو ب25 جنيه، السنة دي الكيلو ب50 جنيه. يعني من أسبوعين كده ولا حاجة كانت ب35، ولما جبتها لقيتها الكيلو ب50. في ثواني كده رفعت السعر بتاعها. البصل بتاعنا طبعا هنفضل نقلب فيه لحد ما يدبل معايا. زي ما انتم شايفين كده الكمية بتبقى كتير، بس لما بتدبل معاكي بتلاقيها ان هي نقصت. هحط بقى شوية من الملح، وبعد كده هنبقى ندوها، لو لقيناها محتاجة هنحط لها، مش محتاجة يبقى كده تمام. هقلب لحد كمية البصل بتاعتي ديت ما تدبل. و يعني مش هيستوي، بس هو هيدبل الكمية الهشة اللي انتوا شايفينها ديت، هايشة كده يعني كتير. هتدبل معايا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. شايفين دبل كده معايا؟ كده خلاص بقى هنرص السمك بتاعنا. بس ايه، نغسله من الاول علشان احنا نقعناه تاني، نشطفه كده، ناخد حتة حتة كده. ومعايا صينية كده واحط فيها. ما شاء الله شايفين نظيفة وزي الفل. بصراحة هي ما بتتنقعش في اي حاجة ازيد من انت تغسليها وتحطيها في المية بس. ما شاء الله بيضة وزي الفل ومبروكة، وهي مبروكة ان شاء الله تجربيها وهتعجبك بأمر الله.
اقل حاجة منها بتوكل وما فيهاش سفة كتير ولا اي حاجة. يعني بصراحة لو معاك اطفال هيوكلوا نفسهم منها، مش محتاجة ان انت تقشري ولا كلام من ده خالص خالص. نظيفة وزي الفل ما شاء الله. وأكلة ديت أكلة الشتاء، أكلة الشتاء بصراحة هي ما بتكونش موجودة في الصيف قد ما بتكون موجودة في الشتاء. وديت بتكون أكلة الشتاء وأكلة الدفا ما شاء الله عليها. أحلى صينية مبروكة. شطفتها معايا كده، هاخدها بقى أرصها على البصل بتاعنا. بس قبل ما أرصها هقلبه تقليبة كمان، وبعد كده أفرده بقى ونرص معانا أحلى صينية سمك أو أحلى صينية مقالي. حاجة كده جميلة، حاجة كده تفتح النفس. ريحة البصل بس كمان قبل ما نحط السمك زي العسل. الأكلة دي بقى كتري فيها بصل على قد ما تقدري، علشان البصل ده بتغمسي بيه بقى كده مع الرز. بتبقى طعمه زي العسل ما شاء الله. كده اهيت شايفين. هحطها بقى كده وارص السمك بتاعنا. اللهم صل على النبي، يعني بسم الله ما شاء الله. حاجة كده جميلة، واللحمة بتاعتها حلوة كده وزي الفل. بألف صحة وهنا على قلوبنا وعلى قلوبكم يا رب. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، أحسن أخوات في الدنيا كلها. شكرا لكم وشكرا لدعمكم ليا وشكرا لوقفتكم جنبي. تحرمش منكم أبدا أبدا يا رب. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وأحلى أخوات في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هو برصها كده. ولما بنحط عليها مية مش بنحط عليها مية كتير، لأنها ما بتاخدش تسوية كتير. هي بس شوية مية، يا دوب بس تغطيها كده بالمية بس. مش محتاجة ان انت تحط كمية مية كتير. زي ما انتم شايفين كده يا دوب بس غطيها بالمية. شايفين ما شاء الله هي زي الفل. لو انت عندك فرن بوتاجاز ومش هتحطها في الفرن الغاز ما بتاخدش معاكي تسوية خالص. بتولعي الفرن الغاز لما يسخن، فرن البوتاجاز لما يسخن، وبعد كده بتغلي بس غلوة واحدة على البوتاجاز من فوق، وبتحطيها في فرن البوتاجاز وبتسيبيها، مش بتولعي لها من فوق. هي بتاخد لوحدها لون. اما انا حطيتها في فرن الغاز كده، فهوطلها من فوق. انا مش محتاجة الولعة من فوق، لان هي ما شاء الله الصهد بتاع النار بيحمرها لوحدها. هوطلها من فوق كده وهسيبها بس على العالي لحد ما تغلي معايا. وبعد كده اوطلها من تحت على نار هادية، اهدى نار عندك من فوق ومن تحت، وهتبقى معاكي زي الفل. مش محتاجين كمان النار اللي هي من فوق. شايفين كده غليت معايا. هوطيها بقى من تحت واقفل عليها الفرن واسيبها لما ما شاء الله هتشوفيها تبقى عاملة ازاي. هتبقى حاجة زي الفل بأمر الله. هقفل عليها الفرن بقى واسيبها. زي ما قلت لك، لو انت عندك فرن بوتاجاز مش هتولعي من فوق ولا هتحتاجي للشوايه تماما. يا دوب بس كده هتولعي الفرن بتاع البوتاجاز من تحت، وهتسيبيها لما تغلي بس غلوه كده واحده بس على النار، ما تخليهاش تغلي كتير عشان البصل ما يطلعش فوق على وش السمك. وبعد كده اللهم صل على النبي هتحطها في فرن البوتاجاز وتسيبيها بقى كده مع نفسها. هتلاقيها زي اللي انا عاملاها دي بالظبط. غسلت هنا شوية رز كده، وكان عندي حبة صغيرين من اللبن حطيتهم على الرز. بيفرق قوي في طعم الرز اللبن ده. انا بصراحة لو كان عندي لبن كتير كنت عملت برام رز معاها، بيبقى زي العسل. لو انا عندي لبن كتير وعملت رز برام معاها بيبقى ما شاء الله. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ شايفين على نار هادية خالص خالص. اخدت اللون ده. وكمان في فرن البوتاجاز، والله العظيم انا بعملها في فرن البوتاجاز على طول، بتبقى معايا نفس الطريقة ديت ونفس الحلاوة ديت في فرن البوتاجاز. شايفين؟ انا مش محتاجة بقى. انا دقت طعمها كده لقيتها مش محتاجة ملح. اللهم صل على النبي. بس انا محتاجة المية اللي فيها ديت تنشف. انا مش عايزة فيها اي مية من دي خالص، انا عايزاها تنشف تمام. هزقها كده واقفل عليها الفرن بتاعنا. زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى الجمال والحلاوة ديت؟ شايفين؟ ايوه هي كده. مش عايزة انا يكون فيها مية، انا عايزاها ناشفة زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت وبالجمال ده. بصراحة بتبقى يعني الاكلة ديت زي العسل زي العسل. احلى اكلة هتجربيها وهتدوقيها. والسمكة ديت ما شاء الله عليها ما فيهاش سفة ولا فيها اي حاجة. والخضار بتاعنا غسلناه. وكمان الرز بتاعنا هوت زي الرز البرام، تلاقي فيه احمر كده من اللبن. ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ ريحتها بتبقى قلب الدنيا. يعني ريحتها بسم الله ما شاء الله بتبقى قلب الشارع. اللحمة بتاعتها مستوية وجميلة. شايفين ما شاء الله ما فيهاش سفة ولا فيها أي حاجة. إن شاء الله تجربيها وتجربي كمان نوع السمكة ديت هيعجبك إن شاء الله، مش هتبطلي تعمليها.
والبصل بتاعنا شايفين بقى البصل ده بقى كده مع شوية رز أو مع شوية مع رغيف عيش، ما شاء الله أحلى أكلة تدفّي وأحلى أكلة ترُم العضم في الساعة اللي إحنا فيها دي. اللهم صل على النبي، حاجة كده زي العسل، حاجة كده ريحة وطعم ما فيش كلام بعد كده، إن شاء الله تجرّبيها وهتعجبِك. شايفين الطعامة دي؟ أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.